السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيوا ندخلو في المسقي. كاين خبر مفرح وكبير. المنتخب الوطني النسوي أقل من 20 سنة في مباراة فاز النخبة الوطنية ب4 أهداف مقابل هدف واحد في البطولة اللي كتشهدها تونس، والنتيجة جات يوم كان تتويج للجهود ديال البنات ديالنا. عطات كل وحدة أكثر ما عندها في الملعب. الأهداف سجلوا من طرف لاعبات مميزات. أصالة غرو سجلت الهدف الأول في الدقيقة 16، ومن بعد سكينة المديوني جابت الهدف الثاني في الدقيقة 18، ورجعت سكينة وجابت الهدف الثالث في الدقيقة 48. وكاينة الكومير كذلك ما بقاتش بلاش وزادت الهدف الرابع. وهذا الفوز ماشي غير النتيجة، بل هو مؤشر على العمل الكبير والتطور اللي كيحققوه البنات في كرة القدم. إن شاء الله ربي يوفقهم ويستمروا في تقديم مستويات رائعة ويحققوا المزيد من الانتصارات في البطولة. كنتمنى لهم المزيد من التألق والنجاح. بالنسبة للجماهير، كونوا دائما مع المنتخب ودعموهم في كل المحطات. عاد الإله ملحوت في قفص الاتهام. قضية ملحوت أثارت جدل كبير في مدينة مراكش. ملحوت بعدما قام بتشهير الأستاذ ديالو. خلونا نتعمق في بعض التفاصيل. اللي وقع مؤخرا هو أن ملحوت قام بنشر فيديو كيتحدث فيه على الأستاذ ديالو بطريقة غير لائقة. أستاذ محبوب بين الطلاب ديالو، وهذا الفعل حجر السمعة ديالو وأثر على حياته الشخصية والمهنية، ومن بينهم شريحة واسعة كيعبروا على الاستنكار ديالهم لهذا الفعل، ومؤكدين أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة. والأستاذ المتضرر اللي تضرر من هذا التشهير عبر على المشاعر ديالو وقال ما كنتش كنتوقع ان هذا الشيء يوقع ليا في حياتي. تحولت حياتي من بعد التشهير الى جحيم، وكان عندي طلاب ومتابعين كيتحدثوا عني بطريقه جميله. خاصنا نكونوا واعيين بداكشي اللي كنشرو على الانترنت. وفي الشارع كانت آراء الناس متنوعة بين مؤيد ومنتقد، بينما الآخرين كيتساءلوا كيفية حماية حقوق الأفراد مثل هذه الانتهاكات. كما قال أحد المواطنين: صراحة خاص القانون يتدخل، وميمكنش نسامحوا بهذا النوع من السلوك. وأخير أضاف: لازم نوقفوا مع الأستاذ ونطالبوا بالعدالة.